تعال نشوف كده الفيديو ده مع بعض. انا لقيته قدامي صدفة. هو اولا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويا رب يصبر قلب امه وقلب ابوه وقلب كل اللي بيحبوه. هو مش انت كنت رحت عملت له عمره؟ مش مفروض ان انت رجعت لربنا وفوق تلبسي الحجاب وتلتزمي وتقراي له قران وتدعي له؟ هو ليه كل حاجه لازم تطلعي تعملها يا فيديو يا بث مباشر؟ عشان يعني ليه توري حياتك كلها للناس سواء حزينه فرحانه؟ يعني هو ربنا خد منك حاجه عزيزه عليك، يعني ليه تطلعي للناس؟ مش فاهمك يعني لحد دلوقتي. يعني تابعت لك كام فيديو مش فاهمك. ليه حياتك كلها بس مباشر لا فيديو؟ يعني الناس تتعاطف معاك مثلا؟ مش مستاهله والله، يعني مش مستاهله. حياتنا دي خصوصيه. ليه يعني؟ ليه شايفها موضه اليومين دول كلها على النت؟ انا مش قصدي حاجه اولا ولا بهاجم حد ولا بتكلم في حق حد، بس حاجه لفتت نظري كل شويه فيديو فيديو فيديو. يعني هتوصلي لايه في الاخر؟ بس انا مش عاوز افهم، ده اللي انا عاوز افهمه. ويا ريت ترجعي لربنا وتلبسي الحجاب وتدعي لابنك وتقرأ له قرآن. يعني بلاش النت، يعني بلاش النت في الحتة دي بالذات. يعني وربنا يرحمه يا رب.